يا ترى الوقت مناسب ان انا اشتري ولا ابيع الذهب؟ افتح الشهاده ال 25% ولا استثمر في الذهب خلال 2023؟ وايه توقعات الذهب عالميا وفي مصر؟ وخلينا نبتدي بتوقعات اسعار الذهب عالميا. متوقع جدا ان اسعار الذهب خلال 2023 ترتفع بشكل قوي، والسبب في كده ان معروف ان الذهب بيرتفع بشكل قوي لما بتحصل اوبئه او حروب على مستوى العالم. زي ما لقينا في فترة الكورونا الذهب ارتفع بشكل قوي جدا، وبعد كده عاود الانخفاض لما ابتدت حدة الوباء تقل، ولكن ارتفع بشكل ملحوظ بعد الحرب بتاعت اوكرانيا وروسيا. ولكن تأثير رفع الفايدة في امريكا قلل من ارتفاع الذهب. ليه؟ لان معروف ان الذهب اصل مش بيدر عائد، يعني حضرتك لما بتقتني الذهب ده مش بيدي لك عائد، ومع رفع الفايدة في امريكا ده خلى الناس كلها على مستوى العالم عايزة تقتني الدولار الامريكي علشان تستفيد بالفايدة العالية اللي موجودة في امريكا. وزي ما شفنا في 2022 امريكا رفعت الفايدة بشكل قوي جدا ما حصلش من حوالي 40 سنة علشان تسيطر على ارتفاع الاسعار والتضخم اللي كان ملحوظ جدا في امريكا وعدى الحدود. ولكن مع بداية السيطرة على التضخم في أمريكا وإن هو ابتدى يقل تدريجي لحد لما وصل في ديسمبر 2022 ل 6.5%، أمريكا ابتدت تقلل وتيرة رفع الفايدة. يعني لقينا إن هي في اجتماعات كتيرة كانت بترفع الفايدة في كل اجتماع 1.25%، ولكن في آخر اجتماع في 2022 رفعت الفايدة ب0.5%. ومع إن التضخم ابتدى يخش في السيطرة أو يتم السيطرة عليه، ده متوقع ان في الاجتماع الجاي يتم رفع الفايدة ب0.25% بس، وده اللي بيخلي ان الذهب يبتدي يرتفع. وده اللي لقيناه حصل فعليا، والذهب ابتدى يرتفع لحد لما كسر ال 1900 دولار بعد اعلان نتيجة التضخم في امريكا وانخفاضها. واللي بيعزز من الفرضية دي ان احنا لقينا البنوك المركزية على مستوى العالم زادت في احتياطات بتاعتها من الذهب خلال شهر حوالي 50 طن ذهب. اما بقى سعر الذهب في مصر فعايز اقول لك ان هو ابتداء من الشهر الجاي هتلاقي فيه اختلافات جامدة جدا في اسعار الذهب في مصر. ليه؟ لان عايز اقول لك ان خلال 2022 خصوصا ابتداء من نصها تقريبا لقينا ان الذهب فيه تذبذب جامد جدا في اسعاره، وان السعر اللي موجود في مصر ملوش اي علاقة بالسعر العالمي. يعني كان بيتم تحديد سعر الذهب في مصر بناء على العرض والطلب، وان احنا لقينا ان في ناس كتيرة جدا علشان تحافظ على قيمة فلوسها ابتدت تشتري ذهب بكمية كبيرة، خصوصا السبائك الذهبية او جنيهات الذهب، وده سبب ربكة في سوق الذهب. بجانب ان في تجار كتيرة كانت بتسعر الذهب بناء على تسعير الدولار بسعره في السوق السوداء مش في السوق الرسمي. ولكن ابتداء من الشهر الجاي هنلاقي تغير ملحوظ في الموضوع ده، وان سعر الذهب في مصر بيمثل سعره عالميا مع طرح اول صندوق بيتداول في الذهب في البورصة المصرية، زي ما نوهت عن الموضوع ده في حلقة سابقة. وفكرة صناديق الاستثمار ببساطة ان بيجي شركة او مدير الصندوق اللي بيبقى مرخص من هيئة سوق المال بيبتدي يقول انا هعمل نشرة اكتتاب بقول فيها انا لما هاخد فلوس الناس هستثمرها في ايه. وفي الحالة بتاعتنا الصندوق ده هيتم استثمار فلوس حضرتك في الذهب. بعد كده بيتم تحديد سعر الوثيقة. ده يعني ايه؟ يعني مثلا بيتم تحديد سعر الوثيقة وليكن ب100 جنيه، يعني حضرتك ممكن تشتري وثيقة 2 3 5 10 زي ما تحب، وكمان حسب ما محدد الصندوق الحد الأدنى لشراء الوثائق. بعد كده مدير الصندوق بيبتدي ياخد فلوس حضرتك ويستثمرها في الذهب. الميزة بقى في الموضوع ده ان حضرتك مش لازم تستنى لما تبيع الذهب علشان تاخد ايراد من الذهب، لان في كتير جدا من الصناديق بتوزع ارباح في كل فترة حسب سياسة كل صندوق. والميزة الأهم إن حضرتك هتشتري الذهب من غير أي مصنعية، ده بعكس المشغولات الذهبية أو حتى السبائك الذهبية. ده بجانب إن حضرتك ممكن تلاقي إن متاح إن أنت تقترض بضمان وثائق الاستثمار بتاعتك في الذهب. وفي النهاية عايز أقولك على شوية نصايح لشراء أو بيع الذهب. عموما الذهب ما تبيعوش غير في وقت العوزة أو وقت لما أنت تبقى مزنوق قوي في سعر الذهب، ده من وجهة نظري الشخصية. بجانب ان انت حضرتك لما تحب تشتري ذهب ما تشتريش بكل الفلوس اللي معاك، لا اشتري بجزء صغير من الفلوس اللي معاك، 20-25% من الفلوس اللي معاك، والباقي استثمرهم في حاجة تانية زي مثلا العقار، زي ان انت ممكن حتى تحط فلوسك في اي اصل زي الاسهم اللي بترتفع
في الفترة دي بشكل قوي جدا في البورصة المصرية. وفي طريقة حضرتك ممكن تجمع بيها ما بين الاستثمار في الشهادات والذهب. يعني مثلا حضرتك لو معاك مبلغ كبير شوية وحضرتك حابب تحطه في شهادة في البنك مثلا ب 22.5% اللي بتدي لك عائد شهري، حضرتك ممكن تاخد العائد الشهري ده وتبدأ تحطه في الذهب. يعني كل شهر مثلا تشتري بالعائد اللي بيطلع لك ذهب. في الحالة دي ان انت قدرت تجمع ما بين اكتر من وسيلة استثمار. وعادة لو حابب تشتري في الذهب اشتري على اجزاء، يعني الجزء اللي انت حابب تشتري بيه ما تنزلش بيه مرة واحدة تشتري بيه كله سبائك ذهبية او اسهم في الصندوق اللي هينزل، علشان تعمل متوسط سعري. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وفولو. انا ايهاب يعقوب ودي بانكينج شانل.